تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 3 من فبراير الجاري من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم توقيف المشتبه فيهم على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بالقنيطرة مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 6192 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين والشيرا، وسلاحين أبيضين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.